اتفق المنتخب الاولمبي على ماتش ودي مع فريق بازل، واتلعب فعلا الماتش يوم 16 مارس. على فكره محمد صلاح كان احتياطي في الماتش ده، بس لما نزل سجل هدفين. ده طبعا لفت الانظار ليه اكتر واكتر، وخلاهم يطلبوا ان هو يروح معايشه معاهم. فعلا بعد الماتش صلاح راح عمل معايشه في نادي بازل في سويسرا لحد يوم 10 ابريل، وقتها اعلن نادي بازل التعاقد رسميا مع محمد صلاح. طبعا الباقي احنا كلنا عارفينه، وعارفين انطلاقه المو صلاح، ان هو وصل دلوقتي ان هو من احسن المحترفين اللي دخلوا الدوري الانجليزي، من احسن اللعيبه العرب والافارقه في التاريخ، وساعتها محمد صلاح بقى هو فخر العرب. الخلاصه، لولا جماهير الاتحاد السكندري، طبعا لولا ربنا في الاول، بس لولا جماهير الاتحاد السكندري، ولولا ان الاتحاد السكندري هبط مع المقاولين في الموسم ما كانش صلاح ظهر. طبعا المكتوب مكتوب وكان هيظهر، بس انا بتكلم ان في سبب من ضمن اسباب ظهور المو صلاح جماهير الاتحاد السكندري. اتمنى ان اكون قلت لكم معلومه جديده فدتكم بيها. كان معاكم مصطفى جمال، الفوتبول شيف.